قال له عبسي هو اللي عمل كده؟ قال له ايوه، وهو اللي ساعدني وهو اللي انقذني من الرصاصه اللي كانت هتقضي عليا. وبعدين اتفاجئت كمان باللي جه مع عبسي كان كريم البركه، راح قايم بمسح ايده على الجرح عندي. بصيت لقيت الجرح ما بقاش موجود. فسعيد بيقول له كريم، وفين كريم فين هو كمان؟ قال له معرفش، انا من بعد ما سبتهم في الشقه عبسي قال لي تعالى يا صخر روح على المصنع، ومن بعدها انا معرفش هم راحوا فين. سامر يقف في وسط المصنع وينده على سعيد انه يظهر الحيوانات اللي معاه ويجيب القلم والا هيقتل عيلته. طبعا للاسف في المشهد ده كله عيله سعيد هي الوحيده اللي مش شايفه اي حاجه من اللي بتحصل. هم شايفين سامر بهيئته البشريه، شايفين وهو بينده على سعيد ومش عارفين بينده عليه فين، شايفين المصنع في حاله سكون، ولكن في العالم الاخر في عالم غيبون في معركه دايره كبيره جدا. واثناء ما سعيد وصخر متخفيين يظهر لهم عبسي هو كمان ويعرف مكان ما هم قاعدين. سعيد يقول له عبسي انت كويس؟ القلم فين؟ قال له القلم معايا يا سعيد. قال له طب انت هنعمل ايه دلوقتي؟ وازاي قدرت تعمل ده؟ ازاي قدرت تكون معايا على الحدود مع يوسف؟ وازاي قدرت تكون معايا وانا مع لطيفه؟ وازاي قدرت تعالج صخر وكل ده مع بعض؟ قدرت تعمل كده ازاي؟ عشان عبسي يقول له ما كنتش عايز اعرفك، ولكن جاي الوقت اللي انت تعرف ان انا مش شخص عادي او مش كائن عادي من عالم هبد. انا روح مزدوجه يا سعيد. فسعيد قال له روح مزدوجه ازاي؟ قال له روح مزدوجه من عالم هبد ومعايا روح تانية من عالم الأروى. سعيد يقول له ازاي؟ عشان عبسي يقول له الروح المدمجه معايا هي روح شافعي والد كريم يا سعيد. سعيد يقول له معقوله؟ قال له بالفعل روح شافعي اندمجت معايا ساعه حادثه القتل لما سامر دخل على شافعي في مكانه وهو بيحمي الارض وقتله. كان ساعتها شافعي روحه من روح الأروى، حاول ان هو يندمج مع اي روح نقيه من اي عالم تاني. كنت انا اقرب روح كانت موجوده لشافعي، روح شافعي اندمجت معايا، وبعدها فضلت اتنقل من شخص لشخص لحد ما وصلت لاقرب جار لكريم ابني عشان اتابعه من بعيد لبعيد واطمن عليه. وعشان عارف اللي انت عملته مع كريم ابني وعارف انت قد ايه كنت حريص معاه، انا كنت عايز ارد الجميل واقف معاك وانت بتساعد عيلتك وبتنقذهم. ودلوقتي خلينا نفكر ازاي نساعد عيلتك ونمنع سامر من انه يأذيهم، لان لو سامر قدر يحصل على القلم وينقل الملكيه لنفسه ويتحكم ويفتح البوابه دي هتبقى كارثه كبيره قوي يا سعيد. ويكمل عبسي ويقول لصخر ما عندناش غير حل واحد يا صخر، احنا لازم نعمل استدعاء لعالم الأروى. عشان صخر يقول له بس ده مش بالساهل ومش احنا اللي نقدر نعمل ده. عبسي يقول لصخر احنا لازم نستدعي اهل الأروى باي شكل، احنا مش هنقدر على سامر ولا اتباعه، دي قوه كبيره جدا، احنا مش هنقدر نعمل ده لوحدنا. وبعدين صخر يرد عليه بس مش احنا اللي نقدر نعمل ده، او عندهم القدره ان هم يستدعوا اهل الأروى، هم عالم السكون واهل السكون زي كريم ابنك، هو الوحيد هو واللي زيه هم اللي يقدروا يستدعوا اهل الأروى، وهم اللي يقدروا يبعتوا لهم، هم اللي يقدروا يقدموا التضحيه دي. عشان يتدخل سعيد ويقول لهم اعتقد ان وجودي بالحاله دي في الوقت ده للسبب ده. ويبصوا له سعيد وصخر ويقولوا لا يا سعيد اوعى تعمل كده، ما تضحيش بنفسك. عشان سعيد يقول لهم ارجوكم تساعدوا اهلي وتعملوا المستحيل عشان تساعدوهم لو جرى لي اي حاجه. وفجاه يطير سعيد ويجمع كل قوته ويروح ناحيه سامر، عشان سامر بقدره بسيطه منه يجمع سعيد في هيئه كره بخار ويسحبه لحد يدخله في بقه كانه كلب بلعه، وبدا يضحك ضحكته المستفزه ولا كأن في اي حاجه. وبدا سامر يندى على صخر وعبسي ويقول لهم تظهروا دلوقتي حالا وتجيبوا لي القلم، لان مش هتقدروا تعملوا معايا اي حاجه، الموضوع خلاص انتهى. عشان فجاه يبدا سامر يحس بآلام شديده جدا في جسمه، ويبدا يخرج ضوء شديد من كل حته في جسمه ومش فاهم بيحصل ايه، وبخار شديد ويحس بآلام صعبه جدا. وفجاه يخرج سعيد من جسم سامر وهو في حاله انفجار شديده بشكل اندفاعي رهيب جدا من جسم سامر، وبيفرتك النصف السفلي لسامر. وفجأة يلاقوا أهل الأروى نازلين كلهم علشان يساعدوهم. وعبسي يقول لصخر سعيد ما استناش لما يعرف السبب الثاني لاستدعاء أهل الأروى، وهي تضحية عظيمة يقوم بها واحد من أهل البشر، وبسببها بينزل أهل الأروى عشان يساعدوا وعشان يتدخلوا في حماية الأرض. وإحنا ما كناش نعرف أن سعيد مع روح مدمجة من أهل الأروى. سامر يبدأ يجمع أجزاء جسمه من تاني ويتكون، وتبدأ تدور معركة شرسة جدا وصعبة جدا وقوية جدا بين عالم غلس وعالم الأروى في المصنع بشكل رهيب. بسبب المعركة الشديدة اللي كانت بتحصل بين عالم غلس وعالم أهل الأروى، البوابة بدأ يحصل فيها انفتاح بشكل جزئي،
بسبب الانفتاح البسيط ده جميع العوالم انفتحت على بعض وكلهم ظهروا لبعض، ونتيجة ده ياسمين ولطيفة ويوسف بدأ يظهر لهم المعركة اللي دايرة في المصنع، وشافوا سعيد. كان بالنسبة لهم مفاجأة كبيرة جدا، حاولوا ان هم يندعوا عليه ولكن طبعا المعركة دايرة، محدش كان مركز مع حد. بدأت كمان ياسمين ويوسف ولطيفة هم كمان يحاولوا ان هم ياخدوا حقهم من ليليان ومكرم، وبدأت المعركة وكله بدأ يدخل الخناقة والضرب اشتغل في كل مكان. ياسمين راحت على ليليان عشان تنتقم منها بكل قوتها وتطلع فيها الغل، عايزة تعوض بقى اللي حصل فيها ده كله. عرفت بقى ان ليليان عملت فيها كل ده، فحبت بقى ان هي خلاص تطلع كل اللي جواها بقى فيها في اللحظة دي. واثناء ما ياسمين رايحة وتضرب في ليليان وبتتخانق معاها، بدأت تلاقي ليليان صوتها بيتغير وبتتحول وبدأت عينها تحمر، وبدأت ياسمين تحس انها مش كائن بشر، دي مش بشر مستحيل. وبدأت ليليان انها تهاجم ياسمين ولسه هتضربها وهتقضي عليها عشان يظهر صخر فجأة ويمسك في رقبة ليليان، يعض في رقبة ليليان ويقضي عليها تماما عشان ينهيها من الوجود. ياسمين لما شافت المشهد ده اغمى عليها. لطيفة عرفت اللي حصل وعرفت اللي بيعملوا فيها مكرم، وراحت رايحة على مكرم بتحاول ان هي تضربه بأي حاجة او تنتقم للي كان بيحصل معاها. يقوم مكرم ضرب لطيفة موقعها على الارض وخلاها تغمى عليها. بص مكرم على لطيفة وحس ان اللحظة دي لحظة مناسبة. المريض حس ان دي لحظة مناسبة انه يجردها من ملابسها ويعمل فيها كل اللي هو كان نفسه فيه، ولسه بيقرب عليها ورايح عليها عشان يطلع من الجو عبسي النسناس عشان يعوض بقى الرصاصة اللي جت في ايده وينتقم بقى للي حصل له. واول حاجة ظهر بيجري وراح شدد مكرم البنطلون راح موقعه له واختفى تاني. مكرم يدور عليه مش عارف يمسك عبسي ولا عارف يسيطر عليه، لان عبسي طبعا نسناس ابن قرود، وبيحاول يدور في كل مكان عشان يظهر عبسي. فجأة مرة واحدة يروح شادد له الكرافات تخنقه منها ويجري يختفي مرة تانية. ومكرم يتجنن يحاول يدور عليه في كل مكان مش عارف يوصل له. يظهر عبسي مرة تانية يروح واخد له شوية شعر من راسه ويروح شادد له مقاطعهم ويجري مرة تانية. هو هيجنن مكرم، يصرخ مكرم من الألم ويروح رايح جايب مسدسه ويروح رايح على لطيفة عشان يقتلها، عشان عبسي يبطل اللي هو بيعمله معاه ده ويحاول ما يتعرضلوش. وطبعا خلاص لسه هيضرب لطيفة بالرصاص عشان يظهر من الجو البطل بتاعنا اللي دايما بينقذ في مواقف صخر الكلب، ويروح قابض سنانه على ايد مكرم ويعضها ويوقع المسدس من ايده وينهش في مكرم ويقطعه انتقاما لكل افراد عيلته.